زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية، مش احنا بس، ونقعد مع الحكم. ما انا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا سنة مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك، انا يقعد معاك بس زمان الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول ايه يا كابتن؟ تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صح، اتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا النادي الزمالك؟ مش احنا بس، احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد، اسمع بس، اسال بتوع بورسعيد عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج، ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات ثانيه يشتريها من القاهره، ماشي، مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي اهو، كويس تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني، فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا، فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول لي انتوا لو عايزين ضربه جزاء نديكم ضربه جزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه، ما بقاش من بدري كده يعني. فهم يقولوا لي بضربه جزاء، انا كنت اقول له لا. انا منبهر والله، مش احنا، مش الزمالك بس، انا مندهش، مش الزمالك بس. انت كابتن بتتكلم كلام في منتهى الخطوره. خطوره ايه؟ مش دي حقيقه؟ خطوره حقيقه إيه؟ يعني انت حضرت وقائع زي دي؟ حضرت ايه؟ انا كنت بلعب وبحضر. يعني كان الحكم يجي يقعد في الاجتماع الفني مع كابتن نادي الزمالك او كابتن النادي، انت عايز تقول النادي الاهلي؟ لا، اي نادي، مش عايز اهلي يعني زمالك، اهلي زمالك اهلي زمالك اسماعيلي المقاولين، لا ازاي؟ المقاولين والاسماعيلي ازاي؟ لا، الاسماعيلي والمقاولين يعني عايز تقول الانديه المصريه كانت تجامع عشان اخلص البرنامج. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية، مش احنا بس، ونقعد مع الحكم. ما انا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب،